المره دي انا جاي لك بتراك والفيديو طويل. بص يا رجاله، المره دي احنا جايين نعمل رياكشن على تراك. هو مش رياكشن لان انا حافظ التراك، والتراك قديم قوي يعني بقاله فتره، بقاله 5 أو 6 سنين. احنا جايين نتحنك على تراك مش هيجي زيه في مسيره عفروتو حرفيا، هو ما جاش ومش هيجي، وانا متاكد انه مش هيجي. التراك ده عفروتو قدم فيه كميه تكنيكس وسكيلز غريبه ومريبه، اللي هو تخليك تفتح بقك حرفيا من العظمه اللي ممكن تتقدم في التراك ده. فبدون رغي كتير يعني لازم تكون عملت سبسكرايب. يعني انا المره دي انا جاي لك بتراك والفيديو طويل، فاسند ظهرك كده، انت خدت اسند ظهرك كده وحضر لك كوبايه الشاي او كوبايه القهوه، فنجان القهوه، ويلا بينا نخش بالفيديو على طول. الرياكشن مش هيكون قوي لان انا حافظ التراك عامه. فالمره دي احنا جايين نتحنك على تراك اسمه التراك ده وحش 2. ده الجزء الثاني من تراك اصلا كان منزله عفروتو، تقريبا كان ديس على يوسف جوكر، كان اسمه التراك ده وحش. وتقريبا التراك ده وحش ده كان اول تراك عفروتو يعمله حرفيا او يطلعه للسوشيال ميديا، او احنا نعرف عفروتو منه. فالمفروض التراك ده وحش 2 ده ما جاش بعديه على طول، لا ده جه بعديه بفتره، بس اللي هو ايه، التراك ده كان طفره، وانا اللي عندي وقت شايفه طفره، وشايفه من اقوى البدايات لاي راب ارتست حرفيا ممكن يطلع او ممكن يتشير. فتعالى بينا نسمع ونشوف التراك بيقول ايه وندنجل معاه كده. انت خدت بالك على البيت، لان عفروتو اكتر حاجه بيعملها في التراك ده انه بيتدنجل على البيت حرفيا. عفروتو ماسك البيت واتك ادعك فيه. فبدون رغي كتير يا زميلي، تعال نشوف عفروتو بيقول ايه ونتحنك على التراك. بصوا يا رجاله، التراك ده كلامه عشوائي كالعاده، ومحدش ياخد الموضوع على صدره عشان اللي على راسه بطحه بيحسس. كان في ايكو في الصوت، معرفش بقى انت تاخد بالك منه ولا لا. المهم يا زميلي، احنا هناخد 4 برات ب4 برات ونشوف عفروتو كده كان بيتدنجل على البيت بيقول ايه. مبدئيا كده في اول التراك عفروتو كده بينوه ان التراك ده مش على حد بعينه، مش بينقش حد، بس انت فاهم الكلام اللي هو ايه، لو هتاخده على نفسك فاعتبره مقاسك. بينبه يعني بمعنى صح انه ما بينقش حد. بغني الراب مش بأديه في مذهبي ومذهب الناس دي الومات، ولما لاقوني غنوا صدق مين وكدب مين. فندخل بقى في اول 4 برات. بيقول لك بقى هنا ايه، بغني الراب مش بأديه في مذهبي ومذهب الناس دي. يعني هو بيغني الراب مش بيأديه، ده مبدئيا يعني اللي هو ايه، بيخلي الناس تستمتع بالراب بمعنى صح. الومات ولما لاقوني غنوا اصدق مين وكدب مين، اللي هو لما بيغيب شويه الناس بتعتبره مات، بس لما بيرجع الناس بتفتكر ان في حاجه اسمها راب، فبيبداوا يرابوا. ناسين ان انا جامد فاشلين، وطيل اركبك غلط مشيني، الحركه بركه اركبك كارو كركت كركر كاركتر سيني اسطمبه. ناسين ان انا جامد فاشلين، والطيل يركبك قالك مشيني، الحركه بركه اركبك كرو كراكير دي كركر كاركتر سيني اسطمبه. بص بقى الحته اللي فاهم مالتي سيلابول دي، الحته دي تقيله على لساني فشخ والله العظيم فشخ. الحركه بركه اركبك كرو كراكير ده كاركتر سيني اسطمبه. انا هنسكيب برضه بصراحه اللي تقيل قوي على لساني، بس اللي هو عارف انت بيستعرض فيه قوه الفلو، قوه الدليفري عنده. اخباركوا صدمه على البيت امشيكوا رقصكوا صمبه، شعر كيرلي برازيلي واسمر، انت كنت فين اما انا كنت ظابطك. بيقول لك ايه بقى هنا يا زميلي، اخبطكوا صبح على البيت امشيكوا رقصكوا صمبه، شعر كيرلي برازيلي واسمر. انت شايف عفروتو بدأ من امتى برازيلي واسمر برقصه صمبه؟ انت كنت فين لما انا كنت ظابطك؟ هو اللي معاك كرباج بمعنى صح، هو اللي انت يمين يمين شمال شمال. الناس دي مثال كان نفاق دليل، خبطت وداخ بس فاق سليم، فاك سليم ديل، انت كوميديان خليل عاش عبيط كمان مات ذليل. داخل بيقول لك ايه، الناس دي مش سالكه النفاق دليل، خبطت وداخ بس فاق سليم، بيشرط سطح ما بيغزش. ابراهيم الابيض يعني ابراهيم الابيض في نفسه جامد. التراك ده حرفيا يا جدعان كان يعني من اكبر الدلائل اللي ممكن تشاور عليها على عفروتو وتقول افجر رابر في مصر اهو. فالمهم يعني نكمل. فاك سليم ديل، انت كوميديان خليل عاش عبيط كمان مات ذليل. انت كوميديان خليل، يعني سيبك انت من المباراه دي، بس انت كوميديان خليل. انت فاكر نفسك بتضحك، بس انت لو هتضحك هتبقى بتضحك زي الخليل كوميدي. انت فاهم التشبيه عامل ازاي؟ يعني هو كوميديان بس خليل، يعني انت حلو بس وحش. انا مش عارف افهمها لك ازاي، بس التشبيه نفسه فعلا قوي. افكاركم بسيطه مفيش تصنيف، الدخامه رديئه ابتسامه لطيفه، لا دي مش بنشاط دي كذا قذيفه، حركاته بطيئه انا قرينه قطيشه انا شيتا، وانت شكلك شيك فبشيك عليك وينك عادي. بيكمل هنا بقى يا زميلي بيقول لك ايه، افكاركم بسيطه مش تصنيف، انتوا خامه رديئه، ابتسامه لطيفه، لا دي مش بنشاط دي كذا قذيفه. معنى صح مفيش كلمه حلوه، مفيش حاجه حلوه. ابتسامه لطيفه هنا بقى اللي طالعه من عفروتو اللي هو بالاستهزاء او بالاستهانه، لا دي مش بنشاط دي كذا قذيفه، اللي انا ببعتها اللي انا بقولها بمعنى صح. حركاتكم بطيئه انا قرينه قطيشه انا شيتا، هو هنا بمعنى صح ملقب نفسه بالفهد، وانت شكلك شيك فبشيك عليك وهينك عادي، اللي هو بمعنى صح وقت ما بتيب معاه بتيب. كان نفسي تبقى صاحبي ونبقى
ونبقى فايكنجز. بس للاسف وضعك انك تحت اسناني ترايدنت، بنضفك من على السقف زيك زي السبايدرز. انت طاقتك ماينس فصعب تدخل جوه كلاش اوف تايتنز. بيكمل لك بقى يا زميلي بيقول لك ايه، كان نفسي تبقى صاحبي ونبقى فايكنج، بس للاسف وضعك انت تحت اسناني ترايدنت، بنضفك من على السقف زيك زي السبايدرز. انت طاقتك ماينس فصعب تدخل جوه كلاش اوف تايتنز. في نهايه كل بار من الخمس بارات اللي انا قلتهم دول القفله كلمه انجليزي، والقفله جامده فشخ. يعني بص هنا عندك هنا بيقول لك ايه، كان نفسي تبقى صاحبي ونبقى فايكنجز. عارف انت اكيد انا عارف الفايكنج، بس للاسف انت وضعك تحت اسناني ترايدنت اللي هو اللبانه. فايكنجز ترايدنت. اسمع بس، اسمع عفروتو كان بيعمل ايه زمان. والله العظيم انت مش هتستغرب، انت هتفتح بقك من المستوى اللي ممكن يقدمه عفروتو اصلا دلوقتي، اللي هو انت بتقول ايه اللي بيعمله ده. حرفيا عفروتو كان زمان كان بيتشقلب وبياكل البيت حرفيا. يكمل يقول لك بنضفك على السقف زيك زي السبايدرز جاي مع فايكنجز جاي مع ترايدنت. انت طاقتك ماينس مع سبايدرز مع ترايدنت مع فايكنجز، فصعب تدخل جوه كلاش اوف تايتنز. انت شايف يا اسطى، انت شايف القفله بتاعت كل بار عامله ازاي؟ ده حرفيا والله يا جدعان التراك جامد، انا مش عارف اتكلم، التراك جامد. خد اداء كرابيك، انا كل مره لما باجي برازيك ما انا لازم اجي ارخم، انا بجبيط ده نصيب اراضيك لقيت طفل انا بيه. بيكمل بقى هنا يا زميلي بيقول لك ايه، خد باداء كرابيك، انا كل مره لما باجي برازيك ما انا لازم اجي رخم، انا باجي ابيض ده نصيب اراضيك لقيت طفل نبيب. يا جدعان التراك لو هتسمع التراك لعفروتو عمرك ما هتتخيل ان عفروتو عمل تراك زي كده خالص. خد باداء كرابيك، انا كل مره لما باجي برازيك ما انا لازم اجي رخم، انا باجي ابيض ده نصيب اراضيك لقيت طفل نبيب. يا جدع انت تخرب بدل والله التراك جامد فشخ، التراك عالي. ايوه عظمه على عظمه يا سيد. انا عايز اصرخ واقول يا جماعه نفسي عفروتو يفتكر تراك زي كده تاني ويرجع يراب بيه تاني. التراك ده جامد فشخ. كلماتي في الاجنده عكسه، كل كلماته كذا كده قفشه، انا اللي بزود الراب وبطور الكيان وبتقدم مش انتوا تهدوا. بيكمل بقى هنا يا زميلي بيقول لك ايه، كلماتي في الاجنده عكسه، كل كلماته كذا كذبه قفشه، انا اللي بزود الراب وبطور الكيان وبتقدم مش انتوا تهدوا. كلماتي في الاجنده عكسه، كل ما في الاجنده قفشه، انا مش عارف اقول، لساني تقيل وتخين وكبير فانا مش عارف اقولها بقوه الفلو بقوه الدليفري كمان بتاعت عفروتو اللي بيعملها. قدوا تاني ايه ما انتوا خدتوا صوته على قد كده وانا كتمته، جابوه في الليفل في الوحش كسرته، قفلني كتمته قتلته. بيكمل بقى يا زميلي هنا بعرضله بيقول لك ايه، قدوا تاني ايه ما انتوا خدتوا صوته عالي قد كده وانا كتمته، جه بقه في ليفل اللي فيه الوحش كسبته، قفلني كتمته كتنته فتتلي كاتشت تاتا ماتاتا. المرات جامده والمشكله انها مكتوبه عاديه. يعني عارف انت لو تبص للتراكات يعني هتبص للبارات اللي ممكن يتفسر فيها قليل، كلام عادي. مش قصدي ان حاجه وحشه، بس قصدي انك من العادي قدرت تعمل شيء عظمه حرفيا. انت بتلف الدماغ بقوه ليركس مهما كانت بسيطه، انت قادر تعملها لي بالدليفري، قادر توصلها لي بافجر حاجه. جبتك على الارض خسرت فانا كسرتك تفصلك هنا اهو، دايما بتجلغ ضنفر تجدغدغ عظمك تحتنا موت. ركز بس في الحته اللي جايه دي، جبتك على الارض خسرتك ما انا كسرتك، انت فصلنك هنا اهو، دايما بتجلغ ضنفر تجدغدغ عظمك تحتنا بوب، هنا اهو تحتنا بوب. البارين دول بقى يدوك مخيله اللي هو بيلعب مصارعه حرفيا. جبتك على الارض خسرتك ما انا كسرتك، دايما بتجلغ ضنفر تجدغدغ عظمك تحتنا بوب، دايما بتجلغ ضنفر اللي هو بمعنى صح انت بتعمل بس انت مش قد اللي انت بتعمله بمعنى صح. اكيد باين، اكيد المعنى باين. يعني انا مش خايف من الجو حر، انا خايف من الكهرباء تقطع بصراحه. مش الجو حر بصراحه، الجو حر فشخ قوي والله العظيم. بس انا مش خايف من الحر، انا خايف من الكهرباء تقطع. الكهرباء قدامها 10 دقايق وتقطع، معرفش بقى اذا كانت هتقطع فعلا ولا لا، عشان امبارح ما قطعتش. انا خايف الحاجات دي بتتنظر، حتى لو قطعت برضه هنستأنف الفيديو في وقت تاني، وبرضه هتشوف الفيديو كامل. يعني مش هنعمل جزء وبعد كده جزء تاني، لا هتشوف كل حاجه في فيديو واحد. السوكيو جبهتلك تتكلم عني زي الويد اكلمك عاجبك كده، اضطريت اني اقتلك اكلك كيك انت كيكه فاقفك مننا بقى. المهم يا زميلي بيكمل بقى هنا بيقول لك ايه، السوكيو جبهتلك تتكلم عني زي الويد اكتمك عاجبك كده، اضطريتني اقتلك اكلك كده انت كيكه فافيك فيك من. يا لهوي لا احنا ناخد كل بار كده ونشوف. السكيوت جه بهدلك، يعني لو بمعنى صح لو انت بتشبه ان عفروتو سكيوت فهو جه بهدلك. تتكلم عني زي الويد اكتمك اللي هو انت فاهم الويد. طب ايه يا مان انت في الويد والهاش والحاجات دي كلها زي الويد اكتمك، وبيتكتم في الكوبايه او بيتكتم معرفش بقى هم بيشربوا ده. انا ما بشربش يعني. المهم عاجبك كده اضطريتني ان اقتلك من كتر ما عفروتو بيستعرض قدراته، فهو قتله على البيت حرفيا. اكلك كيك انت كيكه فافيك مننا. على طلع عظم واللي هو غير كده كداب. بأدبك اصل انت بتصون الحريم وكده، بشوفك زبون انا بفتشك، اللي انت بتقول انك انت رجع اللي
بتطلق بتروح رابط اللسان على الرقبه انت بتطلع في الروح. بيكمل بقى يا زميلي بيقول لك بقى الدبا، اصل انت بتصون الحريم وكده، بشوفك زبون انا بفتشك، اللي انت بتقول ان انت نجا. اللي بتطلق بتروح رابط اللسان على الرقبه انت بتطلع في الروح. البراين دول جامدين فشخ، سيبك انت من الاربع مرات اللي انا قلتهم دول عشان يعني سيبك منهم. بص بقى البراين اللي وراهم على طول، اللي بتطلق بتروح، انت فاهم معنى صح؟ سمعه الانثى الانثى لما بتطلق يعني سمعتها بتبقى وحشه لحد ما اعرفش، بس يعني ما انا اسف يعني هقول ايه، ما انا مش عارف ارتب الكلام والله العظيم، لان والله ما مرتب والله ما يعني اعذرني انا اسف. المهم يعني اللي بتطلق بتروح رابط اللسان على الرقبه انت بتطلع في الروح. هنا عفروتو مسبه لك ان لسانه مشنه وانه حرفيا لو اتكلم هيقتلك. طلع كداب قال لهم سابني كل جراح يلا كلبه وراح بص باي باي كامبورا. فهنا بيقول لك ايه، طلع كداب قال لهم سابني كل جراح يلا كلبه وراح بص باي باي كامبورا. تركش احمد انا ما اعرفش، بس اللي اعرف ان التركيين في بابجي بكامبورا. المهم يعني سيبك انت ولا طشتك كده بار ايه على مقاس بابجي، فحلوه بصراحه. كل مره يكسب قلمي املي وبعد الحدود انا في ظهري لوفي الانمي فنجيب اللي عدى فوق. بيكمل بقى هنا زميلي بيقول لك ايه، كل مره يكسب قلمي املي وبعدي الحدود انا في ظهري لوفي انمي انا اجيب اللي عدى فوق. انا في ظهري لوفي انمي، في شخصيه في الانمي اسمها لوفي ودينيو زمان اللي هو حاليا اسمه ياقوت كان بيتقال له لوفي على البيتات، يعني الناس كانت بتمسي عليه على البيت باسم لوفي او دينيو عادي انت فاهم، بس كانوا بيتقال له لوفي. فهنا البار كده انت فاهم عامل لك ايه، انا في ظهري لوفي انمي فانا اجيب اللي عدى فوق. لوفي اللي في شخصيه الانمي ولوفي اللي هو دينيو اللي هو حاليا ياقوت. انت كصوت صداع مش اكتر تراك نشاز بدوس بوز اتشطب فوق تفوق اسلوب بسلوك عفرت فانت تموت. انت كصوت صداع مش اكتر تراك نشاز بدوس بوز اللي بيوقف التراك، يعني عشان هو التراك صداع او التراك وحش اللي هو بيسمعوا له فهو بيدوس بوز بيوقف التراك. مكتوبه قدامي بوز، حسب الله ونعم الوكيل يا حسين والله انا ما خدتش بالي من الكلمه دي. المهم يعني بيكمل بقى يقول لك ايه، اتشطب فوق تفوضوا اسلوب بسلوك عفرت فانت هي استنى نقولها تاني معلش انا عيد المره دي. اتشطب فوق تفوضوا اسلوب بسلوك عفرت فانت تموت. رتب الجمل الاتيه. والله عفروتو ذاكر لك بار ذكيه بيقول لك اكمل الجمل التاليه. مره عندي ومره عندك انا بترول ورابي منجم رابي راب بجد صراحه اما انتوا رابكوا كنافه بالمانجا. المهم يا زميلي بيكمل كده بيقول لك ايه، مره عندي ومره عندك انا بترول ورابي مانجا ده راب بجد صراحه اما انتوا رابكوا كنافه بالمانجا. لو هنشبه البارات دي بحاجه فان راب عفروتو هيعيش على طول، لكن انتوا رابكم اخر مره يتسمع او مرتين بمعنى صح. فين ابتسامتك وانت بتتكلم هركت ايدك في جنبك اخطف مكانتك وامشي بيب بيبو كده وقول يخرب بيت رخامتك عادي. بيكمل بقى هنا يا زميلي بيقول لك ايه، فين ابتسامتك وانت بتتكلم هعركك ايدك في جنبك اخطف مكانتك وامشي بيب بيب وكده ويخرب بيت رخامتك عادي. الاربع بارات دول هتسمعهم من عفروتو انت هتتسلطن، هتسمعهم مني ودانك هتجيب دم. ما تقوليش ازاي بس انت اكيد شايف الفرق. مش شاغلني انا رخم فشخ مش موضوع كلامك معايا لا بياكل ولا يشرب وعشان كده بيموت من الجوع. عيد ميلادي حالا امبارح وهنطفي الشمع حالا مش فهد مصر ولا القاره فهد العالم. بيكمل بقى وراه عرضون بيقول لك ايه، مش شاغلني انا رخم فشخ مش موضوع كلامك معايا لا بياكل ولا يشرب وعلشان كده هيموت من الجوع. انت ما بتاكلش مع عفروتو وعلشان ولا بياكل ولا بيشرب فانت كده هتموت من الجوع. جامده فشخ جامده فشخ، يعني حتى الصياعه مش في كتابه البار، الصياعه في الدليفري. الكلمات ازاي بتتكتب، الكلمات ازاي بتتنطق وازاي اقدر اشبه الكلمات. يا جدعان التشبيه نفسه جامد فشخ. كلامك معايا لا بياكل ولا بيشرب فهيموت من الجوع اكيد، يعني صباح الفل. عيد ميلادي حالا بالا هنطفع الشمع حالا مش فهد مصر ولا القاره لا ده فهد العالم. جامده فشخ برضه. اتنشن رامي دقيق زي فاولاد بيكهام التراك ده درس نركز حبه يا ولاد نفهم. لخبطتك انا اخبطك انا عاملني بجاحه فجنب جلب هبته بدل فكرته اتقلب لقيته بيسحب في وسط الناس واتنسب. كمل بقى بيقول لك ايه، اتنشن رامي دقيق زي فاولاد بيكهام التراك ده درس نركز حبه يا ولاد نفهم. طبعا لو ما تعرفش فده بيكهام ده لاعب كوره، لعب في مانشستر يونايتد ولعب في ريال مدريد. ما اعرفش اذا كان لعب فين تاني، بس الراجل ده يعني ما فيش فاول بيجل منه، ولو فاول جل منه بيبقى خطير جدا انت فاهم. فانا بقول لك رامي دقيق زي فاولاد بيكهام التراك ده درس نركز حبه يا ولاد نفهم. لخبطتك انا خبطتك كلا عاملني ببجاحه فجت بجلا هبته بدل فكرته اتقلب لقيته بيسحب في وسط الناس واتنسى. يعني شوط البارات دول كده يدوك صوره مخيله كده ان عفروتو دخل في خناقه بيضرب في واحد لعند انت خدت بالك الواد ده مش قادر يقوم على حيله وعمال يسحب لعند ما الواد دخل في وسط الناس واختفى. بيتش ام سوري نطرتك اصله دوري اكلتك مش بتشبه زيك زي الاكل السوري فتغور في داهيه انت واللي زيك خالص هبل فشخ زي اللي في بسين صغير غاطس. بيكمل بقى وبيقول لك ايه هنا بقى، بيتش
ام سوري نطرتك اصله دور اكلتك مش بتشبع زيك زي الاكل السوري. هنا عفروتو مديله التشبيه اللي هو مهما كل منه مش هيشبع، بس ممكن يحب يحط عليه عادي. بيكمل بيقول لك ايه بقى؟ فتغور في داهيه انت واللي زيك خالص، اهبل فشخ زي اللي في بسين صغير غاطس. والله ما شفتش اهبل من كده، بس عفروتو قدر يديك التشبيه حرفيا اللي يديك ان الشخص ده اللي بيبقى اهبل، يعني ده هبل بمعنى صح. الكهرباء هتقطع، الكهرباء 5 دقايق كده وهتقطع. مش هلومك على حالتك مفيش عتاب على اللهبل، بس تغني تراكي غلط يبقى نجيب عتاب على اللهجه. علقتك اطفال في الفصل دغدغتك على التخته، كلها كلام مفيش افعال دول معتمدين على الدخله. بيكمل على اللهبل بقى عفروتو ومش هيحله، فبيقول له ايه بقى؟ مش هلومك على حالتك مفيش عتاب على اللهبل، بس تغني تراكي غلط يبقى نجيب عتاب على اللهجه. علقتك اطفال في الفصل دغدغتك على التخته، كلها كلام مفيش افعال دول معتمدين على الدخله. الشخره على انه يزعق وهكذا، لكن المفعول عند عفروتو. كان هشوف نفسه بس انا جيت، شافني فجرة ده جرى ليه؟ عينه مكسوره جاي بعتك وخد الفاتوره. هي كان حاش نفسه بس انا جيت، شافني فجرة ده جرى ليه؟ عينه مكسوره ده جاي بعتك وخدت الفاتوره. هي جامده فشخ، التراك عالي، يخرب بيتك انا مش عارف اوصل لفين تاني. غبي فشخ لو تمسك كان فاهم، غبي كسر ظهرك جالك كتب، انت كسبت الماتش بتعريض الحكم، كل الكلام ده بخطانك كتب شطب. شوف بقى الاربع بارات دول معاه، غبي فشخ لو في مفك كان فاهم، غبي كسر ظهرك جالك كتب، انت كسبت الماتش بتعريض الحكم، كل الكلام ده بخطنا اتكتب شطب. لو كسبت فهتكسب مجامل، لكن لو على الاصل عفروتو. عشان لما اقول لكم ان عفروتو عامل تراك اسمه التراك ده وحش 2 احسن تراك واقوى تراك في مسيره عفروتو كلها حرفيا، والله اقوى تراك في مسيره عفروتو، والله وما بحور، اقوى تراك في مسيره عفروتو. التراك ده جامد فشخ، التراك ده عفروتو نفسه، وانا مراهن على كده ان عفروتو مش هيجي اليوم وهينزل حاجه شبهه، مش زيه، حاجه شبهه تشبه له حتى بسنتي. معرفش انا سخنت ليه واتعصبت ليه. لا اهدى يا حزكه، لا احنا عايزينك معانا. كل عجبي مكتوب سيب دول هات دول دوس دول صوت، اللي شتمني في داري يغور بحري بتاع كوبرا محمود. نكمل بقى ونشوفه بيقول ايه. كل اللي عاجبين مكتوب سيب دول هات دول دوس دول صوت، اللي شتمني في ظهري يغور، البحر بتاع ربكم رب محمود. لا احنا نعيد الاربع بلاط دول تاني عشان انا نفسي انا ما فهمتش انا قلت ايه اصلا. المهم يا زميل، كل اللي عاجبين مكتوب سيب دول هات دول دوس دول صوت، اللي شتمني في ظهري يغور، البحر بتاع ربكم رب محمود. محمود مين؟ انا ما اعرفش مين محمود، ما اكذبش عليك ما اعرفش مين محمود. لو تعرف محمود اللي كان قصده عفروتو، اللي كان يقصد عليه عفروتو في التراك ده وحش 2، يا ريت تقول تعرف في الكومنتات، بس انا رايي انك مش هتعرف. انا سمعت كلام طراطيش اني لما لمعت دراكو مفيش فرميتو كذا كعب عشان ترازينا، لاني سامع انتقادات فرافيري. وكده يا زميلي داخلين على ايه؟ على اخر شويه برات كده ونشوف. فانا سمعت كلام طراطيش اني لما لمعت درابكم مفيش فرميتو كذا كعب عشان ترازيني، لاني سامع انتقادات فرافيري. انا سامع انتقادات فرافيري، سامع حاجه ما تشدنيش. فرميتو كذا كعب عشان ترازيني، انت رزيتني بس بحاجه فرافيري، اللي هو ما تستدعينيش ان انا ممكن ارد. ما هو بص انا عايزك تهدى، اصل ده مش راب ولا خارج الحسبه، اصل لو اللي انا بعمله راب يبقى انتوا بتعملوا راب بالجبن، فمهما كنت في فول سبيد بتفهمني وراب تقيل. التراك ده وحش لما تعمل شركت اخي. ما هو بص انا عايزك تهدى، اصل ده مش راب ولا خارج الحسبه، اصل لو اللي انا بعمله راب يبقى انتوا بتعملوا راب بالجبنه. جامده فشخ. مهما كنت فول سبيد بتفهمني وراب تقيل، التراك ده وحش ولما تعمل شيت اكتب اخي. ده اللي هو بالنسبه لانتقادات الفرافير، انتقادات الفرافير اللي هو ممكن يشاهد التراك ويقول لك اخي عليه، هو حتى نفسه بيقول لك في الختمه اخي. فبس يا زميلي يعني عند كده احنا خلصنا التراك، انا مش محتاج اقول لك عليه اقوى تراك جه في مسيره عفروتو. التراك ده كان اقوى بدايه لاي رابر حرفيا كان لسه بيحاول يقوم علشان يطلع للميديا. التراك ده افجر تراك جه في مسيره عفروتو. انا ما اعرفش انت هتشوف التراك ده عامل ازاي، ولا ممكن تشوف انهي تراك لعفروتو هو اللي حلو، بس اللي انا شايفه ان ده تراك اقوى تراك جه في مسيره عفروتو كلها. عفروتو في الفتره دي بيقدم تجاري، كل الكلام اللي بيقدمه احنا فاهمين. التكنيكس اللي مستخدمه في التراك ده مش عايز اقول لك مالتي سيرب، برايم سكين، تشبيهات، بانشات، انت مستخدم كل ما يخص الراب بصله. عفروتو مش هبالغ لو قلت لك انه طلع كل الطاقه اللي فيه وما زالت ممكن تجيله بعد كده في التراك ده. بس انا مش ببالغ، بس بقول لك ان التراك ده اقوى تراك جه في مسيره عفروتو. انت مش محتاج كلام مني تاني اكتر من كده. حابب اشكر في الفيديو ده واحد صاحبي اسمه حسين، وده مش صاحب، ده اخويا. الراجل ده انا طلبت منه كلمات التراك ده علشان نعمل فيديو عليه، علشان انا اعمل فيديو عليه يعني بمعنى اصح، والراجل ما تاخرش عليا يعني بسم الله ما شاء الله. الراجل كلمني، انا كلمته في العصر، كلمني بالليل وجاب لي كلمات التراك، والكلمات دي مش مكتوبه على اليوتيوب او مش مكتوبه اصلا على الصفحه بتاعت عفروتو. ما اعرفش مين اللي كان كاتبها يعني بمعنى اصح، ما اعرفش اذا كان هو كتبها ولا لا. فانا حابب اشكره فشخ انه ساعدني في كتابه الفيديو ده. الفيديو ده مش متجهز له سكريبت، انا حرفيا جايب الكلام بتاع التراك
حاطه قدامي وبرتجل عليه زي ما احنا شايفين كده، بقرا البارات وانت فاهم بنتحنك عليها مع بعضينا لايف. فبس انا حابب اقول شكرا واشكرك واحبك، وبليز سند مي نوت زي ايها الحسين. وحسين ده على فكره مشروع رابر ماشي كده حلو، فان شاء الله اول ما يتم صدور تراك ليه هسيب لكم اللينك تحت في الديسكربشن ليه برضو، عشان هو برضو بيحاول انه يسجل راب في الفتره دي، وبصراحه الواد بيكتب جامد فشخ يعني ما انساش تعمل لايف. بحبك والله العظيم. فالفيديو ده طويل وهيفلقني حرفيا، فيعني ادخل اعمل لايك وادخل اعمل سبسكرايب. الحاجات الحلوه دي بتفرحني وبتخليني تشجعني بمعنى اصح، وهي دي اللي يعني انت بحبك والله العظيم. سلام.